السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وموجه لكل الناس مش بس للأطباء. يعني الموضوع يهمنا كلنا. هنتكلم عن إزاي نتصرف صح لو لا قدر الله أي حد فينا اتعرض لعضة أو حتى خربشة من حيوان. طيب أول سؤال بيجي في بالنا، هل خطر السعار ده بس من عضة كلب وتكون عضة جامدة كمان؟ يعني أغلبنا فاكر كده، لكن الحقيقة لأ. الحقيقة مختلفة خالص، ومهم قوي نفهم الصورة كاملة عشان نعرف حجم الخطر اللي بنتكلم عنه. خلونا نبدأ ونوضح هو الخطر الحقيقي بيجي منين بالظبط، لأن الموضوع صدقوني أوسع بكتير من اللي ممكن نكون متخيلينه. بصوا بقى، الفكرة كلها إن الموضوع مش مجرد كلاب وبس، لا خالص. الخطر ممكن يجي من أي حيوان من الثدييات. يعني بنتكلم على قطة، فار، حمار. أي حيوان ثدي ممكن يكون مصدر للخطر ده، وكلهم لازم نتعامل معاهم بنفس المنطق وبنفس السرعة. وهنا بقى نيجي لنقطة في منتهى الأهمية. سواء كانت عضة أو مجرد خربشة، الخطر واحد. يعني مش لازم نستنى عضة كبيرة وعميقة عشان نقلق ونتحرك، لا. حتى الخربوش البسيط من أي حيوان من دول لازم ناخده بنفس الجدية بالظبط ونتصرف فوراً. يا جماعة الموضوع ده حرفياً ما فيهوش أي تهاون. العواقب لو متصرفناش بسرعة ممكن تكون خطيرة جداً. لا قدر الله ممكن توصل للوفاة. عشان كده مفيش حل تاني غير التصرف السريع والتصرف الصح. ده الخيار الوحيد اللي بيضمن سلامتنا. طيب تمام، لو حصل بقى الموقف ده نعمل إيه؟ إيه هي أول خطوة وأهم خطوة لازم تتعمل في ساعتها؟ الخطوات بسيطة وواضحة وما فيهاش أي اجتهاد، خطوتين بس. أول حاجة نغسل مكان الجرح كويس قوي بمية جارية وصابون. نغسله كويس جدا. وتاني حاجة على طول من غير أي تأخير ثانية واحدة نطلع لأقرب مستشفى. تمام، وصلنا المستشفى. إيه اللي بيحصل بقى جوه؟ خلونا نشوف الخطوات اللي بتتم هناك، لأن لما بنبقى فاهمين إيه اللي هيحصل القلق بيقل كتير في المواقف اللي زي دي. يمكن دي معلومة تفاجئ ناس كتير، بس من أهم وأول الحاجات اللي بتتعمل في المستشفى إن الجرح ده ما يتخيطش. أيوة، الجرح بيتساب مفتوح. ودي خطوة أساسية ومهمة جدا في العلاج. ممنوع يتقفل. أول خط دفاع بيتاخد في المستشفى هو حاجة اسمها المصل أو الإميونوجلوبولين، وده عبارة عن إيه؟ ببساطة دي حقنة بتدي الجسم أجسام مضادة جاهزة، زي ما يكون بنبعت له جيش سريع يحارب الفيروس فوراً، لحد ما جسمنا هو نفسه يبتدي يكون دفاعاته الخاصة. وهنا بتظهر الدقة بقى في العلاج. الجرعة مش واحدة لكل الناس، لا، دي بتتحسب بالظبط على حسب وزن كل شخص. وعشان تبقوا عارفين، جزء من الجرعة دي بيتحقن حوالين مكان العضة أو الخربشة نفسها، والجزء الباقي بيتاخد حقنة في العضل. وطبعا ده بيكون بعد ما يتعمل اختبار حساسية الأول. طيب، خدنا المصل كإجراء عاجل، هل كده خلاص؟ لا. بعد الخطوة الأولى دي بتبدأ مرحلة تانية مهمة جدا، وهي برنامج التطعيم أو اللقاح نفسه. وده عشان يدينا حماية طويلة الأمد. اللقاح ده عبارة عن كورس كامل، 5 حقن. الحقنة الأولى بتتاخد في نفس يوم الإصابة لما بنروح المستشفى، وبعدها في اليوم الثالث والسابع واليوم ال14، والجرعة الأخيرة بتكون في اليوم ال28. مهم جدا، وأنا بأكد على النقطة دي، لازم الكورس يكمل للآخر، ما ينفعش نفوت ولا جرعة. طيب في سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير، افرض حد كان أخد الكورس ده كامل قبل كده وبعد فترة اتعرض لعضة أو خربشة تاني، يعمل إيه؟ هل يعيد الكورس كله من الأول؟ الإجابة هنا بتعتمد على التوقيت. الفيصل هو عدى قد إيه على آخر جرعة. لو لسه مكملناش 5 سنين ساعتها الموضوع أبسط، بناخد جرعتين تنشيطيتين بس، واحدة في يوم الإصابة وواحدة في اليوم الثالث. لكن لو كان عدى أكتر من 5 سنين، للأسف لازم نبدأ الكورس الكامل بتاع ال5 جرعات من أول وجديد. يبقى عشان نلخص أهم النقط اللي لازم تفضل في بالنا كلنا: أي عضة أو خربشة من أي حيوان ثدي مهما كانت بسيطة بنتعامل معاها بمنتهى الجدية. مش بنستنى أبداً ظهور أي أعراض. بنعمل حاجتين فوراً: نغسل الجرح كويس جداً بمية وصابون، ونجري على أقرب مستشفى. وهناك لازم نكمل بروتوكول العلاج للآخر زي ما الدكتور بيقول بالظبط. وفي النهاية، بعد ما عرفنا نتصرف إزاي لو حصلت المشكلة، ده بيخلينا نفكر في سؤال أهم: هو إحنا بنعمل اللي علينا في الوقاية أصلاً؟ يعني هل في إجراءات وقائية صح بتتاخد مع الحيوانات الأليفة وحيوانات الشارع عشان نحمي نفسنا ونحمي المجتمع كله؟ لأن الوقاية دايماً أهم وأفضل من العلاج.